انا جايه اقول لاخواتي الزملكاويه كلمتين. يعني بعيدا عن ان انت اصلا في مشجعين وقعوا. سامعه كلام ان في مشجع توفى، الله يرحمه يا رب لو الكلام ده حقيقي، ويا رب اتمنى له السلامه من كل قلبي، واتمنى ان ما يحصلش كده. بعيدا عن مش بعيدا يا جماعه، مش بعيدا، ما ينفعش اقول بعيدا. ما ينفعش تشتم. واحد يقول لي طب ما انتوا بتشتموا، مش صح، لا ده صح ولا ده صح. تخيل يعني تبقى اخرتك كده، ده يلعن ابو الكوره، ده يلعن ابو الكوره 1000 مره، مش مره واحده. بص عزيزي الزملكاوي، اللي انت فيه انت السبب فيه. اللي انت فيه انا بقولها لك اهو، اقسم بالله الزمالك لو كان عايز يكسب النهارده كان كسب. فريقك النهارده ال 11 واحد اللي كانوا بيلعبوا ما فيهمش راجل، لان ده فريق اقل بكتير من ان هو يعمل فيك كده على ارضك وسط جمهورك. ومفيش حاجه اسمها فريق بيقف على لاعب، مفيش فريق بيقف على لاعب، مفيش فريق بيقف على لاعب. ممكن يبقى لاعب مؤثر، بس انت مش بتلعب سيمبا مثلا في تنزانيا، مش بتلعب مثلا، مش وصلت بقى للنهائي مثلا وبتلعب بره. لا الماتش سهل. ده فريق اول مره يوصل يلعب كونفدراليه اصلا. انت متخيل فريق اول مره يوصل كونفدراليه اصلا؟ يعني تخيل بعيدا عن زيزو خالص، تخيل ان زيزو لا قدر الله كان مصاب النهارده، مستبعد للاصابه. ولو ان اصلا شايف ان قرار استبعاده ده اصلا قرار غبي. انت معاك زيزو فاضل له شهر ونص ولا شهرين في عقده، ما تستفيد بيه. ما تستفيد بيه يا عم، قعده ليه؟ بعيدا عن كل ده، مفيش حاجه اسمها اللي انت فيه، مشاكلك اللي انت فيها دي انت السبب فيها، انت السبب فيها. مفيش حاجه اسمها انتوا فضيتوا لنا الفرقه، لا لا، انت بتضحك على نفسك. امام عاشور راجع لي من الاحتراف، يعني اصلا طلعتوه ميتلاند الدنماركي يحترف، رجع من الاحتراف على الاهلي، ومحدش من الاداره عندك تواصل معاه تاني. يعني حتى باعترافات اللاعب نفسه قال انا استنيت حد يكلمني، محدش كلمني. فكان قدامه طبعا مش هيبقى فيه الاهلي وهيرفض، مش فيش حد طبيعي هيبقى في الاهلي وهيرفض. بن شرقي جاي لي من قطر، مش جاي لي من الزمالك. فالاتنين لعيبه دول مبدئيا ما كانوش عندك. ما تقعدش تقنع نفسك وتقول فضلتوا، لا هو زيزو، وزيزو جاي رغبه منه. اللاعب نفسه يشارك في كاس العالم للانديه، واظن ده من حق اللاعب. مش هتحتقروا اللعيبه. انت في الاول اللاعب جاله عرض من نيوم السعودي ب6 مليون وب7 مليون وب8 مليون زي ما انت قلت، وانت مشيت على ادارتك وخليت الاداره ما تمشيش زيزو، عشان قلت ان زيزو هيروح السعوديه وهيرجع على الاهلي. ادي في الاخر زيزو جه الاهلي فري. يبقى انت اللي كنت عايز ده من الاول، فما تجيش تلوم على ادارتك دلوقتي. ادارتك غلطانه، لان هم ما فيش ادارات في العالم بتتعامل مع لعيبه بالطريقه دي. بالذات اهم لاعب يعني اللعيبه المهمه قوي في الفرقه دي بتجدد لها بدري قوي. دي بتجدد، يعني تلاقي بيراميدز مثلا بيجدد للاعيبته، تلاقي رمضان صبحي ده بيجدد كل سنه 3 سنين، يمضي على حاجه 3 سنين. تلاقي عندنا في الاهلي نفس الكلام. احنا في 2025 هتلاقي اللعيبه بتجدد ل 2028 مثلا، ده اقل حاجه. لكن انت اصلا عندك اداره مش عارفه تشتغل، بالذات ده على مر التاريخ بقى، مش دلوقتي، في حوار عقود اللعيبه. تلاقيك تجيب لاعب ويطلع تاني يمشي، وتطلع خسران في الحوار. تجيب لاعب زي بقى النقاس بقى ونجم بقى، واللعيبه كلها اللعيبه اللي رافعه عليك قواضي بقى، ده كله حدث ولا حرج. فما تجيش توهم نفسك وتقعد تقنع نفسك ان النادي الاصلي زيزو طلع له الفيزا التلات مش الخميس. طب ايه؟ طب انا بقول لك اعتبره مصاب، ده فريق يكسبك على ارضك وسط جمهورك. انت مقتنع؟ انت مقتنع ان غياب زيزو بس يخلي فرقتك بالمنظر ده؟ اللعيبه ما وصلتش للجول، اللعيبه ما وصلتش مفيش فرص. يعني انت حتى ما ضيعتش فرص، اللي هي الفرصه الوحيده بتاعت سيف الجزيري، الانفراد اللي ضيعه، وباقي الماتش مفيش. يعني حتى يعني الواد دونجا جات له كره، الراجل جاله سكته قلبيه تقريبا، هو ده الراجل اللي جاله سكته قلبيه والله منه لله. دونج كره جايه له ركنيه، عدت له راح مسقطها بره. العيال دي مش الله يكون في عونك والله بجد. بس مشاكلك منك فيك، ما احنا ملناش دعوه. الاهلي لحد دلوقتي ما دخلش في صفقه مباشره من الزمالك للاهلي غير هي صفقه زيزو، واللاعب حر، اللاعب فري. يعني انت معرفتش تحافظ على نجمك وضلعك الوحيد اللي انت معتمد عليه في كل البطولات. انا ايه مشكلتي؟ او النادي ايه مشكلته ان انت نازل سب في الخطيب من اول الماتش؟ ليه؟ الخطيب عمل لك ايه؟
الخطيب عمل لك ايه؟ وبقولها لك تاني والله العظيم، انا واحده ما عايزه زيزو. انا عندي طاهر محمد طاهر اللي رجع امبارح ده يفصل 10 من زيزو. واحده يضحك عليا يا عم انا حره يا عم. حسين الشحات لو هيلعب وينج يمين احسن من زيزو. محمد عبد الله لو هيلعب وينج يمين احسن من زيزو. شفت انا جبت لك 3 وينجات عندنا في الاهلي، انا بالنسبه لي كلهم احسن من زيزو. بس يمكن اداره الاهلي بتفكر مثلا تطلع محمد عبد الله اعاره، او حسين الشحات خلاص عقده يخلص ويمشي يشوف له عقد بقى في قطر او الامارات او اي حته. دي بيبقى فكر بين الاداره وبعضها، فشافوا ان زيزو ممكن هيجي مثلا الاهلي هيفيد الفرقه. وهو هيفيد الفرقه بعيدا عن اي حاجه، هو هيفيد الفرقه. لما انا يكون سكوادي مثلا، لو انا هلعب زيزو وينج يمين وبن شرقي وينج شمال وايا كان راس الحربه اللي هتلعب بقى وامام عاشور، وبقى نرجع بقى ديانج بقى، وهتبقى ليله كبيره قوي سعادتك يعني، فاكيد هيفيد الفرقه. عموما اللي انا عايزه اوصله لك ان انت مشاكلك منك فيك. اخرج بقى بره نظريه المؤامره اللي انت عايش فيها دي. مفيش حاجه اسمها نظريه مؤامره، في حاجه اسمها ان انا عندي ناس شغاله في مجلس الاداره مش عارفين يعملوا عقود يحافظوا بيها على اللعيبه بتاعتك. وعلى فكره مشكله زيزو مش هتكون المشكله الاخيره، انا بقولها لك من دلوقتي، هو مشكله زيزو مش هتكون المشكله الاخيره. هيبقى في مشاكل تانية قريب، مشاكل تانية ممكن عبد الله السعيد وناصر ماهر ومصطفى شلبي ولاعيبه تانية كتير. هيبقى في مشاكل تانية كتير، والخساره النهارده دي مش نهايه العالم، عادي جدا. وارد ان انت تلاعب فريق يكون بس اللي غيظني ان انا حاطه نفسي مكانك. انا ما شفتش لعب، ما شفتش ناس بتقاوح على المكسب، بتحارب على المكسب، عايزه تفرح جمهورها اللي جاي. لا دي لعيبه ما عندهاش دم، قسما بالله دي لعيبه ما عندها دم. والله العظيم ما يستاهلوا 3 جنيه في الشهر، ما يستاهلوا 3 جنيه في الشهر. وكان وارد جدا ان زيزو يكون بيلعب النهارده وتخسر على فكره، اصل دي توفيق من عند ربنا، ده توفيق من عند ربنا. وانت بقالك فتره نازل سب وشتيمه في امام عاشور من غير سبب، وربنا ما بيسيبش حق حد عشان تبقى فاهم. الخلاصه بلاش تبقى نازل ماتش تشجع فريقك فتخوض في اعراض وتسب وانت مش عارف ان دي ممكن تكون اخرتك، ممكن دي تكون نهايتك. فبلاش نهايتك تكون على دي، بالله عليك ارجوك وحياه ربنا يا جماعه. صعبه مشجع الاهلاوي ومشجع الزملكاوي الاثنين، عشان ما حدش يقول مشجع الاهلاوي ومشجع الزملكاوي الاثنين. تخيلوا يا شباب يا صغيرين يا اللي رايحين، انتوا بتحسبوا ان ده هين، وحياه ربنا عند ربنا عظيم، اقسم بالله عند ربنا عظيم عظيم. اوعك تسمح لنفسك وتستهون ان انت تخوض في سيره ام لاعب او زوجة لاعب او اي واحده ملهاش علاقه بالكوره يعني. بلاش الحته دي، اعمل اللي انت عايزه بره الحته دي ارجوكوا. وتاني بقولها لك عزيزي الزملكاوي، المشكله منكم فيكم، احنا ملناش اي علاقه، لان احنا ما خلصناش ولا فضينا نادي الزمالك. اللعيبه اللي احنا اغلب اللعيبه اللي احنا بنجيبها بعيد عن نادي الزمالك خالص، فما تصدقش نفسك.